السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد، فيديو رياضي 100%. كما عودتكم دائما الجديد مع التحليلات اللي كيستفد منها كل مشاهد، واللي كنتمنى دائما أن الإخوة والأخوات اللي أول مرة يشاهدوا القناة ديروا لنا واحد الاشتراك وواحد لايك وواحد تعليق ولو بسيط جدا، وشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في جميع منصات التواصل الاجتماعي. على بركة الله نبدا. غادي نتكلموا اليوم على فريق الوداد البيضاوي والنتيجة السلبية اللي يتعرض لها ليلة البارحة بالمملكة المغربية. هذه الهزيمة اللي دائما كنحسوا بأن فريق الوداد البيضاوي بدأ يتراجع، لا نعرف ما هي الأسباب. كما شاهد الجميع مباراة البارحة، حتى واحد من الجماهير المغربية مرضاش بهذه النتيجة، خاصة أن محبي فريق الوداد البيضاوي والمشجعين ديالو قاموا بواحد الأعمال التخريبية في آخر هذه المباراة، وأيضا مع رشق السلطة، خاصة الشرطة والقوات المساعدة بالحجارة، وهذا شيء منافي للقوانين الرياضية. ولكن حب الجماهير البيضاوية لمعشوقتهم كرة القدم، وهذه الخسارة هي اللي خلات هاد الشباب اللي ما تفكرش بواحد الجدية بما يفعل، ولكن كتغلب عليه روح حب فريق الوداد البيضاوي. غادي نتكلموا على كل هذه الأمور والحيثيات اللي ساهمت في خسارة فريق الوداد البيضاوي ب2-0. منذ خسارة فريق الوداد البيضاوي مع سان داونز الجنوب افريقي، المباراة ديال سان داونز اللي كانت تلعبت في الدار البيضاء، كان فريق الوداد البيضاوي أبان على أنه قوي جدا، ولكن من مشى لجنوب افريقيا فاللعب ديالو تغير وخسر بواحد نتيجة اللي ضعيفة، ولكن ما كانش واحد اللعب جاد من فريق الوداد البيضاوي. لا نعرف دائما ما هي الأسباب اللي كتخلي فريق الوداد البيضاوي، خاصة اللاعبين، أنهم كيبدا التراجع ديال المستوى ديالهم، خاصة أن كل المغاربة دائما كيشجعوا فريق الوداد البيضاوي في جميع المحافل الإفريقية، ولكن اللي ما تنبغيوش هو خسارة الوداد لأنها ما لعباتش مزيان صراحة. لأن فريق الوداد البيضاوي كون لعب مزيان ونهازم ما غاديش يبقى فينا علاش خسر، لأننا عرفنا بأنه لعب، ولكن الحظ ما كانش في الطريق ديالو. ولكن مني ما كتلعبش كرة وكتخسر، فهذا الشيء وراءه العديد من الأسباب. هذه الأسباب ربما أيضا كيدخل فيها المكتب المسير فريق الوداد البيضاوي، أيضا المدرب، جميع الطاقم التقني اللي كيشرف على فريق الوداد البيضاوي. نبقاو دائما في نفس الإطار، غنتكلموا على الهزيمة اللي تعرض لها فريق الوداد البيضاوي ليلة السبت. تعرض فريق الوداد البيضاوي المغربي للخسارة بنتيجة 1-0 أمام نظيره جوانينغ جالاكسي البوتسواني. هذا فريق ما عمرنا سمعنا به، هو فريق متواضع، وخسر مع فريق الوداد البيضاوي ب1-0. الهدف كان جاء عبارة عن خطأ أو هدية سلمها لاعب فريق الوداد البيضاوي إلى اللاعب البوتسواني اللي كيسجل هدف الفوز في الدقيقة أظن 32. في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب مراكش في المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء الهدف الوحيد والمفاجئ من الفريق الطموح عبر لاعبيه فيسين في الدقيقة 33 من الشوط الأول ليحسم بطل بوتسوانا أول 3 نقاط في المجموعة. وجاء تشكيل الوداد لمواجهة اليوم السبت كما يلي: كان في الحراسة ديال المرمى يوسف مطيع، الدفاع كان يحيى عطية الله، أمين فرحان، جمال حركاس، أيوب العملود، وخط الوسط يحيى جبران، عبد الله حيمود، هشام بوسفيان، والهجوم منتصر الحتيمي والشرقي البحري.
بهذه النتيجة كيتصدر الفريق البوتسواني جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما تديل وداد الأمة المجموعة بدون رصيد من النقاط. وضمن منافسة المجموعة ذاتها فرض أسيك ميموزا الإيفواري التعادل على فريق سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، عفوا 1-1. في سياق آخر، حسم مسؤول النادي الأهلي موقفهم سريعا من فكرة التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق الوداد البيضاوي المغربي، بعدما تلقوا اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ليكون بديلا للدوري التونسي علي معلول. فقط هذه يعني تذكير ب التعاقد اللي سيحصل بين نادي الأهلي ونادي فريق الوداد البيضاوي. وأعلن مسؤول الأهلي رفضهم التام فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي الذي يعد أحد أبرز لاعبي الوداد وكذلك منتخب المغرب. كما تتابع يعني عفوا كما تابع الجمهور المغربي ليلة البارحة، كانت يعني حتى فريق الوداد البيضاوي وأغلب لاعبيه يعني ما كانوش في المستوى، ما كانت واحد الندية واحد المسؤولية اللي كنلاحظوها دائما. هذه المسؤولية أن اللاعبين كيتحملوها بشتى الطرق. يعني اللعب خاصة أننا كنستقبلوا في الميدان ديالنا وكنخسروا ب1-0، وهذا الشيء اللي سيء جدا وكيعطي اللاعبين واحد النوع ديال الإحباط، وخاصة أننا لعبنا مع فريق سهل وخسرنا معاه ب1-0. وكاين بعض الأحداث وبعض الكلام اللي كيروجوه محبي فريق الوداد وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك يعني أن الفريق البوتسواني التجأ إلى الشعوذة، خاصة السحر الأسود، اللي كنعرفوا أن هذا النوع ديال السحر الأسود يوجد بكثرة في إفريقيا، ولكن كما كنعرفوا لا يفلح الساحر حيث أتى. يعني هذه فقط مجرد خزعبلات، مجرد كلام يعني لا يغني ولا يسمن من جوع، كلام ماشي في المحل ديالو، خاصة أننا أمام فريق اسمه الوداد البيضاوي اللي يعرفه الجميع، وجميع الفرق الإفريقية كتلعب مع فريق الوداد البيضاوي، كتعرف القيمة ديالو والمكانة ديالو. ولكن أننا نهزموا ب1-0 مع فريق متواضع جدا ونبداو نتكلموا على هذه الأمور العبثية، هذه الأمور اللي تافهة جدا. كيف يعقل لفريق الوداد البيضاوي أنه ينهزم مع فريق ب1-0 وتبدا الجماهير ديالو والمحبين ديالو يتكلموا على السحر الأسود عفوا، خاصة أنه هناك صور ديال اللاعبين ديال فريق جالاكسي البوتسواني عند الدخول ديالهم الملعب جاو حدا الكورنير، حدا الرايه ديال الكورنير، وداروا واحد الرومبو، يعني داروا مجموعه وجلسوا وبقاو تيهضروا في شي حاجه، تيديروا ربما هذه عاده ديال الفريق البوتسواني، وربما هناك اشياء خفيه لا يعلمها الا الله. احنا فقط كنحلوا سبب الانهزام ديال الفريق الوداد البيضاوي، لان كما كنقولوا اللي عطاه الله عطاه، يعني الفريق الوداد البيضاوي انهزم وما غاديش نبقاو نتحسر ونبكيو على هذه الهزيمه. فقط يجب تدارك الموقف والاستعداد للمباريات القادمه. يعني يجب على فريق الوداد البيضاوي انه يحاول يصلح الاخطاء ديالو، يحاول يفكر لا شيء غير الفوز. يعني النقط اللي غتخليه أنه ينافس على هذا الكأس الإفريقية يجب عليه يعني اللعب بكل
رزانة بكل حكمة، أنه يتعامل مع جميع المباريات بكل ثقة، بكل قتالية. بهذا المعنى يعني أننا نلعب مع فرق إفريقية ربما على الورق ضعيفة، ولكن في الملعب كتحدث أمور كثيرة. وفي آخر هذا الفيديو نتمنى حظ موفق لفريق الوداد البيضاوي في جميع المباريات القادمة. اللي كنتمنى دائما كما كنقول في أي فيديو، نتمنى التوفيق لفريق الوداد البيضاوي، نتمنى ليه أنه يجيب الفوز في جميع المباريات ولا شيء غير الفوز، باش يكون يعني منافس قوي للفرق القوية الإفريقية، ولما لا العودة بهذا الكأس الإفريقية. وأقول في آخر هذا الفيديو شكرا لدعمكم لهذه القناة، ولكن فقط للتذكير لايك والاشتراك، وأيضا واحد التعليق ولو بسيط جدا، هذا فضلا وليس أمرا. وشاركوا هذا الفيديو مع جميع الأصدقاء ديالكم في جميع منصات التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، واتساب، انستغرام. وأقول لكم شكرا، ونلتقي في فيديو قريب إن شاء الله.